أنا لازم أتكلم عن السربوت سايمون بوابري، واللي من وجهة نظري أنه انظلم بتواجده بكرة القدم الحالية، واللي تعتمد على الجماعية أكثر من الفردية، لأن لاعب مثله تناسب كرة القدم 2010 وانت نازل. أيام كان الاعتماد على فرديات اللاعبين أكثر من التكتيك الجماعي، لاعب بكل لقطة له لازم تشوف مراوغة أو تمويه أو أي حركة استعراضية، واللي مساعد على الحركات هذه هي خفته ما شاء الله. اللاعب ريشة عموما أتوقع اليوم لاحظت أن الوحدة ما يتكلف عشان يوصل مرمانا، وكان بالعامية يعني يسرح ويمرح بمناطقنا، والسبب باختصار بالتشكيلة اللي ما لقيت إيجابية واحدة فيها. يعني لو ركزتوا بتكتشفون أن خط الدفاع والوسط بينهم تباعد كبير بالخطوط، وإذا نيفيز ضغط بمناطق عالية تظهر فراغات أكبر بملعبنا، فالوحدة يستغل الفراغات هذه ويهاجمك. وأنا متأكد لو لعبنا ضد نادي يملك جودة هجوم أعلى من الوحدة كان لقمنا بالراحة 3 أهداف اليوم، وترى ما قدرنا نسجل من لعب مفتوح إلا يوم إنزاغي غير التشكيلة وصار يلعب 4-3-2. عموما أتمنى صراحة من الصحفيين مستقبلا يسألون إنزاغي عن سبب إصراره على التشكيلة هذه، ويقولون بين قوسين رغم عدم جدواها.